السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في الوجه اللي عليه دور في سورة البقرة، وختمنا المرة اللي فاتت ان احنا لعناهم وقلنا ويل فويل عشان هم كانوا بيغيروا الكتاب وبيحرفوا فيه. هنا بقى بنكمل بجريمة جديدة خالص، ان هم بيتأولوا على ربنا. بيقولوا ايه؟ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. بيقولوا والله احنا كده مش هندخل النار الا ايام بسيطة ونخرج. فالرد على طول قول لهم يا محمد، اسألهم قل اتخذتم عند الله عهدا؟ انتوا عندكم يعني انتوا واخدين عهد من ربنا؟ انتوا واخدين عهد؟ ربنا وعدكم بحاجه شبه كده؟ فلن يخلف الله عهده. يبقى ربنا لو في عهد بينكم وبين ربنا مش هيخلف عهده، فلن يخلف الله عهده. ولا ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ولا انتوا بتقولوا كلام وانتوا مش فاهمينه، كلام انتوا مش عارفينه؟ ام تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب هنكمل هنقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. أنا عاملها لكم في شكل معادلة. كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، حط دي زائد دي هيساوي إيه؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هم أصحاب النار وهيخلدوا، هم فيها خالدون. هنكمل الناحية التانية زائد الناحية التانية الفريق بتاعنا التاني، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا زائد إن هم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، برضو هم فيها إيه؟ هم فيها خالدون. فأنت لما تيجي تحفظها شكل معادلة، 1 زائد 1 بيساوي حاجة زائد حاجة بيساوي، عشان الموضوع يبقى بالنسبة لك سهل. وما تنساش كلمة إن إحنا بنقول إن هم مخلدين، سواء أصحاب النار أو أصحاب الجنة هم الاتنين مخلدون. الميثاق التاني، هنا هنبدأ في الميثاق التاني، واحنا عندنا في البقرة 4 مواثيق، 3 بدايتهم شبه بعض، واحد بس هو المختلف، هو ده بقى بدايته مختلفة. بنقول ايه؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. كل مرة بنقول وإذ أخذنا ميثاقكم، هنا حدد بالظبط بني إسرائيل. الميثاق ده كان فيه ايه؟ تعالى نعد كده البنود اللي عندنا او الشروط اللي عندنا. لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. 3 حاجات تانيين هتقولهم جنب وبالوالدين احسانا. وقولوا للناس حسنا، خلوا كلامكم مع الناس يكون كويس. وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. يبقى كل دي البنود بتاع الميثاق. ايه اللي حصل بعد بقى ما احنا حطينا الشروط بتاعتنا، او دي كانت الشروط بتاعه الميثاق؟ ثم توليتم، برضو انتم مشيتوا، ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. فانت عشان الموضوع يبقى بالنسبه لك سهل لازم تبقى عارف بدايه الميثاق بيبدا بايه؟ واذ اخذنا ميثاقكم ولا واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل، عشان المواثيق ما تدخلش في بعض.